يا صباح الخير عليكم يا حلوين. صباح النشاط والديكورات والجو الجميل. إيه الجو الجميل ده يا جماعة؟ نزلت كده، رحت بقى النزهة، وهنا كنت بصور لكم المكرمية بتاع اختي. عايزه اقول لكم ان هي اللي عامله المكرمية دي والمكرميات اللي عندي في البيت. هسيب لكم الصفحة بتاعتها. وبعد ما لفيت بقى في النزهة، تعالوا اوريكم الحاجات. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني. جيت من النزهه امبارح تعبانه تعبانه جدا جدا، ما قدرتش بصراحه ان انا اصور او اوريكم كل حاجه. فالنهارده بقى انبوكسنج لحاجات النزهه خطيره، والاسعار بجد تحفه. يعني كل ما بنزل النزهه بنبهر اكتر ما انا منبهره. واللي ما يعرفش انا بجد انا مجهزه كل حاجتي من النزهه، يعني انا تجهيزاتي كلها من النزهه من زمان، من قبل ما تطلع ترند. يعني بجد هي فعلا فعلا مكان تحفه، وفيه كل حاجه انت محتاجاها. ولو معاكي كام بجد هتصرفيهم من كتر ما الحاجات هناك خطيره. فالمهم جبت بقى حاجات للديكور بتاع الصالون. حاجات خريفي كده، اجواء خريفي، وجبت شويه من الشتوي والنيو يير بقى والحاجات دي. بس ما كترتش، يعني قلت بقى ايه، همشي واحده واحده كده. بس خليني في دلوقتي في الجو الخريفي التحفه، الجو الجميل. طلعت الشتوي ولا لسه؟ انا في قصه الشتوي لسه. انا كنت حاطه ان هو هيخلص في خلال مثلا اسبوع، لقيت الموضوع طول يا جماعه. موضوع طول لان في غسيل اصلا صيفي، فاهمين؟ بس فبصراحه الجو دلوقتي حلو. البسوا دلوقتي حاجه كده خريفي وتنزلوا كده تستمتعوا بالجو، فما شاء الله تحفه. المهم كمان مشتريات للمطبخ برضو، قلت اظبط كده الاجواء الخريفيه، وخصوصا اني شفت ديكورات تحفه. اليومين دول بقى عارفين انتوا بقى المخبوزات بالليل والاجواء والحاجات. بصوا جبت شويه حاجات كده حلوه، هوريكم الديكور وهننسق بقى الحاجات مع بعض. مش عارفه هل الفيديو هيكفي ان احنا هننسق المطبخ والصالون مع بعض اونلاين. في حاجات هنزل اجيبها من جنبي، مش من النزهه، ولكن النهارده هوريكم كل الحاجات اللي انا اشتريتها من النزهه، وهننسق مع بعض الديكور بتاع الصالون. وبصوا تن تن تن، حاجات كتير بجد ما شاء الله. بس بجد والله انتوا لو معاكوا مليون جنيه هتروحوا تدفعوها هناك، وهتحسوا ان انتوا ايه ده، لا في محلات ما جبتهاش لسه. الحاجة جبتها هو الكتاب ده. هو بيتحط ديكور كده على الترابيزة بتاعة الصالون. وبصراحة انا مش عارفة ليه ما جبتش منه كذا واحد، بحيث ان احط واحد كده وواحد كده. بس مش مشكلة، مش مشكلة، ملحوقة تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة جبتها هي الشموع دي خطيرة ما شاء الله. بصوا استنوا هولعها لكم. بصوا بصوا قد ايه تحفة بجد، شكلهم خطير اما يتحطوا برضو على الترابيزة بتاعة الصالون. وقلت كمان ان هم هينفعوني في الديكور بتاع الشتاء او النيو يير، يعني هم معانا هينفعوني في رمضان، فحسيت ان هم بجد مهمين. وجبت الزرع ده، هي لفة كده برضو، قلت هتنفعني في كذا حاجة. هتنفعني عادي في الديكور لبقية السنة عادي، وهتنفعني في ديكور الخريف، وهتنفعني في الديكور بتاع النيو يير. ما شاء الله شكلها جديد، بس لسه ما فكتهاش. نشوف مقاسها قد ايه، بس هي ما شاء الله باين انها يعني كبيرة. جبت دي للنيو يير. انا عندي فازة ازاز، فقلت ممكن احطها كده فيها، هتبقى شكلها شيك. بصوا بجد كيوت. وده مج خطير للاجواء بقى الخريفي يا جماعه، يا جماعه الجو الخريفي الله. بصوا الشياكه، بصوا بصوا تحفه تحفه. واو بجد خطير. انا كنت بدور على شكل اليقطين ده لانه بجد شيك قوي، ويحسسني كده بالدفى كده، فاهمين؟ تحفه. ايه مج تاني برضو خطير. بصوا بصوا الشياكه، بصوا الايد بتاعته شكلها ازاي، ورقيق قوي وتحفه تحفه حرفيا. وبصوا القمر دي خطيره خطيره بمعنى الكلمه. جبت منها 2 كذا مقاس، كذا مقاس تحفه. بصوا الشياكه، بصوا الشياكه، وبصوا الخامه. بصوا ما شاء الله خطيره. قلت احطها على الرخامه بتاعه المطبخ واظبط جنبها الديكور. خطيره
ما شاء الله. وبصوا التجزيعات اللي فيها ولونها والقلب شكلها كيوت. تمام، هوريكم المقاس التاني بتاعها. تحفة حرفيا ما شاء الله، خطيرة. قلت ايه احطهم كده واظبط الديكور، والالوان بتاعتهم لايقه كمان مع اجواء الخريف. جبت المريالة دي خطيرة بجد، شكلها شيك. وبعدت عن الالوان اللي هي عندي او اللي انا جبتها قبل كده. كنت بجيب حاجات بينك، احمر مثلا، يعني حاجات كيوت. فقلت لا، انا عايزه اجيب حاجات تليق مع الاجواء الخريفي، حاجات فينتج شويه. فبجد حسيت ان لا، انا عايزه الشكل ده واللون ده. حسيت ان الالوان دي حلوه قوي. وجبت كمان ده للمطبخ، وقلت ان هو هيماتشنج مع المريالة المطبخ عشان الازرق، وفي نفس الوقت الالوان دي خريفيه. وقلت لو علقتهم كده في المطبخ هيدوني الاجواء كده حلوه مع باقي الديكور. جبت المفرش ده للكنب عندي عشان انا اصلا كنت بدور عليه. تحفه يا جماعه. اولا الخامه خطيره خطيره بمعنى الكلمه، ناعمه قوي. والكور اللي تحت دي شكلها كيوت خالص بصراحه. وقلت هجيب بيج لان انا عايزه باليت الالوان بتاعتي لكم عامه هنا على الشاشه على الجنب كده. وقلت هجيب دي بيج، والكوشنز هي اللي هتكون باقي الالوان. بصوا خطير، خطيره بجد. انتوا متخيلين الديكور؟ هنظبط مع بعض دلوقتي كل حاجه. وجبت الكوشنز التحفه دي اللي على شكل اليقطين، تحفه تحفه. ومعهم واحده تالته، هما مجموعه مع بعض. لونها زيتي، هوريها لكم. بصوا اول واحده لونها بيج، قلت هتمشي مع المفرش بتاع الكنب. اوكي. والتانية النبيتي، لان انا اصلا عندي الصالون نبيتي لو انتوا واخدين بالكم. تمام. وعشان ترد على الزرع اللي انا هحطه اوريدي، يعني انا عندي الباليت فيها اوريدي اللون ده، فجبتهم التلاتة دول مع بعض، قلت عشان يردوا على باقي الالوان. وجبت المفرش ده للترابيزه بتاعه الصالون، خطير. بصوا خامته رهيبه. وقلت هيمشي مع المكرميه اللي عندي. سواء ان انا عندي النجفه اصلا مكرميه ومعلقه مكرميه كبيره، فقلت هيرد على الجزء بتاع المكرميه. القماشه تحفه. تمام، هي طويله شويه وبيجي معاها مفرشين. ده مقاس المفرش الصغير، وواحد تاني. دول مش عارفه لسه هحطهم فين، بس هنشوف واحنا بننسق الديكور. مع اخر حاجه عايزه اوريها لكم هي الاباجوره الخطيره دي. عايزه اقول لكم ان انا كنت بدور عليها بجد في شي ان، وقلت شي ان هتاخر عليا، فقلت اشوفها في النزهه. بصوا بتدي 3 الوان، تحفه 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 ما شاء الله. انا كنت جايباها للمطبخ. انا بشوف فيديوهات اليومين دول كتير قوي عن الاجواء بقى اللي هو المخبوزات بالليل والاكل بالليل على الاضواء الخفيفه دي، فحسيتها ان انا عايزه احطها عندي في المطبخ. بس يا جماعه انا كل ما احطها في مكان بجد بيطلع شكلها شيك جدا. حطيتها عندي على التسريحه شكلها شيك، حطيتها هنا على الترابيزه شكلها شيك، حطيتها في المطبخ مديه جو خطير. قولولي انا محتاره بجد اعمل ايه. هي بجد ما شاء الله شيك قوي قوي. وفعلا كانت سبحان الله والله يا جماعه، كانت لسه الراجل هيسعرها في المحل، فكنت خايفه يقولي بصراحه لا مش هتاخديها النهارده وتعالي يوم تاني او هكذا. ولكن ما شاء الله قال لي لا سعرها، وكان سعرها تحفه. يعني بجد بجد خطيره ما شاء الله. وما استنتش بقى شي ان بقى وان اقعد استنى وقت كبير. فحقيقي النزهه بالنسبه لي منجزه. وقبل ما نعمل الديكورات مع بعض، لو انتي لسه ما اشتركتيش عندي في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الخطيرة اللي هنزلها الفترة الجاية ان شاء الله، خصوصا لو انتي مهتمة بالديكور والطبخ والاكل والترتيب. فصدقيني دي قناتك واحنا عيلتك خلاص. ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك وكومنت وتقولوا لي رأيكم في المشتريات ايه. ويلا بينا ننسق الديكور الخطير ده مع بعض.
ورجعت لكم بقى بالفويس اوفر يا جماعه. وانا بعمل اديت للفيديو اللي هو انا بجد قلت كام مره كلمه خطيره، مش عارفه. بس ان قلت كتير قوي كلمه خطيره وخطيره بمعنى الكلمه. فبصوا انا من الناس بجد اللي بتتريق وبتقعد تسف كده على نفسها، ماشي اكتر. اكتر ما يعني اي حد ممكن اللي هو بيزعل من التنمر. انا بتنمر على نفسي يا جماعه والله العظيم. انا نفسي بجد ابطل اكومنت اللي هو انا لا. مش بقدر. بس حد يكومنت عليا لا 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 ما اسمحلكش، لا لا. انا كومنت على نفسي عادي. بس المهم يا جماعه، بدأت بقى اعمل تنسيقات وحاجات وكده. ولا عايزه اقول لكم بقى الفيديو، استنى افتكرت حاجه. اللقطات الاولى اللي هي كانت مع اختي وكده، انا عايزه اقول لكم ان انا لو طلعتها بصوتها الحقيقي والله هتفتصوا على روحكم من الضحك. ايه ده؟ انا بجد بكون كاركتر تاني يعني بره السوشيال ميديا. وكتير قوي من عيلتي بيقعدوا يقولوا لي طب انتي حاولي تطلعي بشخصيتك الحقيقيه. انا معرفش، انا ببقى بحس ان انا بكون جد اكتر يعني. بس فاعتقد ان ممكن لو خدت عليكم قوي هتبين بقى الشخصيه التانية. المهم نبص كده، بذمتكم بذمتكم اما نشوف الديكور ده هنقول عليه إيه؟ هنقول عليه خطير. ما هنقول ايه يا جماعه؟ تحسوا كده ان احنا عايزين 2 هوت شوكليت او 2 شاي كرك، معرفش ليه 2 بس يعني انا وانتو ونقعد بقى كده، نقعد بقى في الجو الدافي ده، فاهمين؟ يا الله يا جماعة، انا بعشق الشتاء وبعشق الخريف كده، اجواء جميلة. المهم انا هحط لكم صورة يا جماعة معطر ريحته تحفة. دخلت محل من محلات النزهة ولقيت ريحة المحل خطيرة. طبعا البنت اتصدمت ان انا بسألها على اسم المعطر مش حاجة من المحل يعني. بس عامة يعني جبته بجد ريحته حلوة قوي. قولوا لي رأيكم. بصوا انا عندي هنا المكرمية وكمان النجفة. بصوا النجفة والمكرمية دول هرد عليهم بالحاجات دي، هي شبه المكرمية شوية ونفس الخامة. فحسيت كده ان شكلهم لذيذ. بس كل شويه بقى اجيب كشم من هنا احطه هنا وهكذا، عماله اظبط لسه الديكور. وهنا حطيت الثرو بتاع الكنب، شكله ما شاء الله خطير خطير. والكور دي شكلها كيوت قوي. وبرضو احتفظت بالكشم بتاعت الصالون اصلا، عشان الفكرة بتاعتي ان انا هظبط الديكور بس بحاجات بسيطة. في نفس الوقت هحتفظ ومش هجيب كوشنز كتيرة، هجيب كفر للكوشنز لا، انا هجيب حاجات بسيطة كل ان شاء الله شوية اجيب حاجة بسيطة. بس مش هأفور عشان بجد المواسم ما شاء الله كتير. فلا انا بشوية حاجات بسيطة ومشتريات صغننة ظبطت الدنيا. وفي نفس الوقت احتفظت بشكل الصالون المودرن اللي داخل فيه الجولد وفيه الفرو. بالنسبه لي احسن حاجه، كل اللي انتوا بتشوفوه على النت حلو وجميل وكل حاجه، بس الاحلى ان انتوا تاخدوا الحلو منه وتنسقوه على اساس الديكور عندكم او شكل الصالون عندكم. مش هنغير الصالون ومش هنغير الانتريه ومش هنغير الركنه، لا احنا هنظبط اللي احنا عايزينه بس بالشكل والطريقة الجديدة. نجيب شوية حاجات بسيطة هتفرق معانا في الشكل. تقولوا لي رأيكم، قولوا لي رأيكم يا جماعة. تحفة صح؟ ما شاء الله يا جماعة. انا بعد ما خلصت الديكور حسيت ان في دفى في البيت كده، في جو دافي وحلو. اللهم بارك ما شاء الله. يا رب كده يخلي بيوتنا دايما حلوة وجميلة وقلوبنا دايما تكون حلوة، لان بجد بجد القلوب اللي بتكون راضية هي دي المنعمة. فربنا يرزقني ويرزقكم بالقلوب الراضية. قولوا لي رأيكم في الديكور. بجد انا مبسوطة، انا عايزة بقى الدنيا تمطر. انا بعد الديكور ده حاسة ان انا عايزة الدنيا تمطر خلاص. هقوم اعمل بقى كوفي واقعد كده اشرب بقى في الاجواء الخطيرة دي. اللهم بارك. بس كده وصلنا لاخر الفيديو، واستنوا الفيديو الجاي ان شاء الله عشان هنظبط الديكور بتاع المطبخ، وان شاء الله برضو هيعجبكم. وكمان هوريكم المشتريات الجديدة التانية بتاعة المطبخ مع ديكور المطبخ. بس كده يا جماعة الفيديو بتاعنا يكون خلص. قولوا لي رأيكم في الكومنتات. سلام.